السلام عليكم، ايه الاخبار؟ في معنى كده اتمنى بصراحه كده ان كل الناس تسمعه، ولو انت بتسمع الفيديو ده دلوقتي فاتمنى ان انت تتامل فيه فعلا بقلبك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في سوره الواقعه بعد ما تكلم عن احوال يوم القيامه وما الى ذلك؟ يقول: وكنتم ازواجا ثلاثه. الناس ثلاث انواع: فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، الناس الكويسين، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، الناس اللي مش كويسين ربنا يبعدنا عنهم. النوع الثالث بقى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني في الناس الكويسة أصحاب الميمنة، وفي الناس المقربة السابقون اللي سبقوا، اللي تنافسوا في الدنيا وسبقوا في السباق ووصلوا إلى قرب الله سبحانه وتعالى. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ناس كتير من بداية الأمة ديت وقليل من نهاية الأمة. ربنا يا رب يجعلنا منهم. خليني قبل ما اتكلم في المعنى دوت احكي لكم قصه تابعي. الحقيقه القصه ديت من الحاجات اللي بحبها جدا 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 وبذكرها كتير. كان في تابعي اسمه ابو مسلم الخولاني. سيدنا ابو مسلم كان تابعي. يعني ايه تابعي؟ يعني مش من جيل الصحابه، من الجيل اللي بعد الصحابه. يعني هو ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم بس شاف الصحابه. سيدنا ابو مسلم كان بيقيم الليل وبيطيل في القيام، ولما كان بيتعب طبيعي بيطول في قيام الليل فبيتعب، كان بيضرب رجله وبيقول لنفسه جمله جميله جدا جدا جدا. كان بيقول: ايظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ ما أصحابة محمد أصحابه فاكرين هم هياخدوا لوحدهم يوم القيامة؟ كلا والله لنزاحمنهم إليه على الحوض حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجال. يعني هنتحشر كده ونزاحمهم يوم القيامة على الحوض عشان نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان يعرفوا أن جاه وراهم رجالة، وأن دعوة الإسلام وصلت فعلا للرجال. سيدنا أبو مسلم كان حاطط في باله دايما التجارة الرابحة، كان حاطط في باله دايما السعي إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا متفقين ان احنا ما حدش فينا هيدخل الجنة بعمله، زي ما ذكرنا قبل كده نعمة واحدة بس من نعم ربنا سبحانه وتعالى لا يضاهيها شكر العمر كله. ولكن دايما بيقال كده: أري الله من نفسك خير. يعني انت وري ربنا سبحانه وتعالى ان انت مؤمن. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول: من أتاني مشيا أتيته هرولا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولا. يعني الله سبحانه وتعالى نعمه وتفضله ولطفه وتقربه وتودده للعباد بيفوق عبادة العباد. لذلك انت لازم تاخد الخطوة البدائية، الخطوة الابتدائية. انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقربك ليه ويوصل لك الطاعة ويوفقك للطاعة، وتاخد الخطوة تسعى وربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك اكتر. اللي انا عايز اقوله ايه خلاصة الفيديو عشان برضو ما اطولش عليكم، ان احنا زي ما ذكرنا ما حدش فينا يعني هيبلغ الجنة ويبلغ رضا ربنا سبحانه وتعالى بعمله. كلنا هنبلغ رحمة ربنا سبحانه وتعالى أو نبلغ الرضا والجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، بس عشان تنال الرحمة دي لازم تستحقها. ولما تسمع إن البشر ثلاث أنواع منهم السابقون السابقون، الناس ديت يعني سبقت خلاص، فأنت دايما تسأل ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تبقى منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. خلي طموحاتك عالية، لأن هي ديت التجارة الرابحة. هو دوت هدف وجودنا في الدنيا، إن إحنا نتحصل على أكبر ثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد فينا ولله المثل الاعلى، الواحد فينا لما يقدم على شغل بيبقى عايز يشوف الجوب ديسكريبشن او التايتل بتاعه ايه. احنا التايتل بتاعنا في الدنيا ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا عبيد لله سبحانه وتعالى. كل ما هتعبد ربنا سبحانه وتعالى اكتر، كل ما يعني هيرزقك نعيم اكتر في الاخره. ومش العبوديه اللي هي خلاص انت عبد فانت يعني خلاص انت موثوق لله سبحانه وتعالى ومش مسموح لك تعمل اي حاجه في دنيتك. لا، مفهوم العباده لله سبحانه وتعالى مفهوم جميل. انت حياتك كلها وسعيك كله وكل شيء بتعمله ممكن يندرج تحت مفهوم العبادة إذا سخر في مكانه الصحيح، وكنا ذكرنا النقطة ديت قبل كده. خليني برضو ما اطولش، بقول ما اطولش وبطول بعدها خليني ما اطولش. اللي انا عايز اوصله ايه؟ ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى من اشرف الطرق، والتنافس الى الله سبحانه وتعالى ناس كتير جدا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادات عظيمة، ويعني بتبذل كتير جدا 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 بذل لله سبحانه وتعالى. فالناس ديت بتسبق في السباق لربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين ننافس في السباق ده حتى ولو كان عملنا لا يؤهلنا ان احنا ننافس فيه. يعني في ناس احسن مننا، وفي ناس تسعى اكتر مننا، وفي ناس سلكت الى الله سبحانه وتعالى من باب القرآن
القرآن وحفظوا القرآن وحفظوا، وناس كتير، وناس سلكت إلى الله سبحانه وتعالى في باب الجهاد وبذلوا أنفسهم وأموالهم، وناس سلكت إلى الله سبحانه وتعالى في باب الإنفاق وباب القيام و بتلاقي ناس سلكت لربنا سبحانه وتعالى وبذلت في عبادات حاجات كتير جدا احنا ما نقدرش ان احنا نعملها او ما قدرناش ان احنا نعملها. فبالتالي على الاقل يبقى طموحك وظنك في ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبلغك ده وتريه من نفسك خير. يعني انت يعني لا زي ما بيقولوا كده ما تدخرش اي مجهود في العباده لله سبحانه. كل ما هتصدق في طلبك دوت كل ما هتلاقي ان انت بتحسن وبتسعى في العباده، وهتسعى اكتر هتلاقي ربنا بييسر لك اكتر. لذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يسكننا الفردوس الاعلى برحمته، ليس بعملنا. والله مهما الواحد عمل لا يوفي الله سبحانه وتعالى شكر نعمه واحده من نعمه. فاحنا نسعى ونسال الله سبحانه وتعالى تيسير العباده، ونحط في بالنا دايما ان احنا يعني بنطمع في الفضل الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تقولش خلاص ادخل الجنه وخلاص، لا، يعني احنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقربنا ليه، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. احنا ممكن مقصرين، ولكن تذكير النفس دايما ان انت عايز تنافس على رضا ربنا سبحانه وتعالى، وعايز تسبق الناس اللي حواليك، ويبقى لسان حالك لسان سيدنا ابو مسلم، وتقول لنفسك ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا؟ يعني صحابه محمد فاكرين ان هم خلاص هم بس اللي هيوصلوا ربنا سبحانه وتعالى. وترجم بقى الاحساس ده لعمل، هو ده ان شاء الله الطريق المنشود اللي يبلغنا باذن الله رحمه ربنا سبحانه وتعالى وكرم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يهدينا لطاعته ويثبتنا على الطاعه. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش ان احنا عندنا في رمضان كل يوم فيديو. لو مستفيدين من الفيديو دوت شيروه مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.